وهيك صارت أكلتنا جاهزة، أكلة صحية وطيبة كتير، بتقدموها مع رز وبتسعد لي أوقاتكم. اليوم طبختنا من قناة مي بليتس، كتير طيبة، ما بعرف إذا الكل بيعرفوها. هي أنجينار مع شيش مع صوص أبيض، وعنا الأنجينار أو خرشوف، انتوا قولولي شو بيسموه بالبلد يلي عندكم منين ما كنتوا عم تتابعوني. هلأ رح قلكن على المكونات. عنا شيش مقطع رح نتبله ببهارات الدجاج، هلأ بتبله قدامكم. ثوم مفروم، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، معلقتين طحين، أنا بستخدم طحين الشوفان ما بحط طحين عادي، ملح، يا مرقة دجاج يا مكعبين ماجي، وآخر شي رح نحط كزبرة خضراء ونحط ليمون. وطبعا التقلاية أنا ما بستخدم غير زيت الزيتون أو السمن الحيواني أو الزبدة الحيوانية. هاي طبختنا بدها زيت زيتون تطلع أطيب بكتير. وهلأ خلونا نبلش بتتبيلة الدجاج. ملح، ثوم بودرة، رشة فلفل، هيل ناعم، بصل بودرة، رشة زنجبيل، رشة زيت زيتون. نحرك. هيك صار الدجاج جاهز لنحطه على النار. وبعد ما تبلنا الدجاج نحطه لنشويه ليستوي، ضلنا من قلبه لحد ما يصير زهر. ولبين ما يستوي الدجاج رح نحضر الانجينار، الارضشوكي، شو بتسموه عندكم. بنحط زيت زيتون، بنضيف البصل، بنضيف الثوم المقطع، بنحرك قليهم مع بعض، بنحطهم على البارد، ما بنخلي زيت الزيتون يحمى، زيت الزيتون ما بيصير يحمى، هن وباردين بنحطهم مشان هيك يطولوا شوي لياخذوا اللون. وهلا اول ما اخذوا لون صار لونهم زهر، بنحط فورا الانجينار فوقهم، بنقلب منيح مع الثوم والبصل، استنى شوي بس تاخذوا النكهة. وهلا بعد ما اخذوا لون تشربوا الطعمة راح نضيف طحين، معلقتين طحين الشوفان لحتى تكون أكلتنا صحية بالكامل. زيت زيتون، طحين شوفان، نقلب ليتغلف الانجينار بالطحين. راح احط مكعبين ماجي، وهلأ راح ضيف المي فوقهم. ضفت المي المغلية فوقهم، ما بنكتر كتير لأنه ما بدنا إياها مريئة. نحرك لحتى تروح كل التكتلات تبع الطحين. وبهالوقت عم نسوي الدجاج الجهة الثانية يحمر منيح، بس تغلي معانا المي بننوس تحتها، بنغطيها ليستوي الانجينار. ما بياخد كتير، 10 دقايق بالكتير بكون مستوي. كي تختبريها ترفعيها هيك بتشكيها بالشوكة. هلا استوى معانا الانجينار وتسبكت المرقة كتير منيح. رح نضيف الدجاج، الشيش اللي استوى نحركن منيح، وبس يغلي معنا غلوتين نظبط الملح، بنضيف الكزبرة وعصير الليمون، وهيك بتكون أكلتنا جاهزة. أكلة صحية مفيدة، وهيك صارت أكلتنا جاهزة، أكلة صحية وطيبة كتير، بتقدموها مع رز وبتدعولي. جربوها وخبروني بالتعليقات إذا حبيتوها. يا ريت تشتركوا بالقناة، تعملوا لي لايك، تعملوا لي شير، وألف صحة وهنا.